تنسوا الاربعاء القادمين نصف نهائي تشامبيونز ليج، اياب مباشره على قناه التلفزيون. فرصه لفائده فريق الرجاء البيضاوي، تمريره عرضيه النادي المغري وهدف. هدف لفائده فريق الرجاء البيضاوي في اللحظات الاخيره من عمر المباراه، يعني في الوقت بدل ضائع تماما، نفس السيناريو الذي عاشه فريق الرجاء البيضاوي خلال المباراه ضد افريكا سبور الايفواري، حيث تم احراز الهدف في الدقيقه 90. كما تشاهدون موجه عاربه من الاحتفالات، كان هناك رد فعل رائع من اللاعب لم يغري، واستياء واضح لحسن بن عبيشه. اجواء من الاحتفالات على مدرجات فريق الرجاء البيضاوي. طبعا هناك اكثر من سبب كي يرقص الحارس شادلي. فريق الرجاء البيضاوي تمكن من تحقيق الانتصار، وبالمناسبه تمكن ايضا من احتلال المركز الاول في الترتيب العام بعد هزيمه فريق الجيش الملكي امام الكوكب المراكشي. استياء ايضا للاعب فخر الدين، يعني موجه من الاحتفالات على مدرجات الملعب. ابو شروان نشاهد هنا المحاولة من جديد، نشاهد هنا الانطلاقة ثم تمريرة عرضية. كانت هناك تسديدة أولى، تدخل رائع للحارس لم يغري، وحميد نطير يسجل، سفيان علودي يسجل هدف الفوز لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. هدف رائع، وفي هذه اللحظات يصفر الحكم معلنا عن نهاية المباراة بفوز فريق الرجاء البيضاوي بهدف 1-0، مستغلا اساسا هزيمه فريق الجيش الملكي حتى الان امام الكوكب المراكشي 1-0، وليصبح فريق الرجاء البيضاوي الاول في الترتيب العام ب 48 نقطه، والجيش الملكي في المركز الثاني ب 47 نقطه. يعني اجواء رائعه من الاحتفال هنا بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء. انتصار رائع لفريق الرجاء البيضاوي، ونتمنى ان يتدارك فريق الوداد البيضاوي الموقف خلال الدورات الاخيره. العمراني شكرا. اذا بهذه صور احتفال فريق الرجاء البيضاوي بالانتصار، وصور استياء الوداد البيضاوي للهزيمه. نودعكم، نلتقي في فرصه قادمه ان شاء الله. تحيه طيبه من القناه الثانيه، ولا تنسوا موعد يوم غد ان شاء الله عندما سينازل فريق المغرب الفاسي فريق الترجي التونسي في نهاية كأس افريقيا للأندية البطلة. إذا بهذه الإعادة لصور هذه المباراة وهدف اللاعب نطير نودعكم، نلتقي في فرصة قادمة إن شاء الله. تحية لمخرج المباراة الزميل يحسين، وتحية لكل الفنيين الذين سهروا على بث هذه المباراة. مني حسن التفصيل إليكم، إلى اللقاء.